تقريبًا كده ما فيش حد فينا ما جاتلوش أو اتعملت له التورتة دي وهو صغير، خصوصًا جيل التمانينات والتسعينات، دي كانت التورتة الأشهر لأعياد الميلاد وقتها، وكل الأمهات كانت بتعملها، وبالرغم من الأشكال الكتير اللي ظهرت لتورتات أعياد الميلاد بعد كده، إلا إن تفضل تورتة الفواكه هي الأجمل والأحلى والأرقى. تعالوا أقول لكم إزاي تعملوها للولاد في البيت بأقل التكاليف والإمكانيات، وكمان بدون أدوات خالص، كلها حاجات موجودة عندكم في المطبخ. هنبدأ الأول بالكيكة، هنعملها ب3 مكونات بس. عندي نُص كيلو من دقيق الإسبانش هنجيبه من أي عطار كبير أو من محل مستلزمات الحلويات، عليه 5 بيضات كبار ونُص كوباية من المَيّة، وبس كده. هي دي كل مكونات الكيكة، ولا هنحتاج baking powder ولا حليب ولا سكر. دقيق الإسبانش هو فيه كل حاجة، إحنا بس هنخلط كل المكونات دي مع بعض. ممكن بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي، هنضرب المكونات دي كلها كويس لحد لمّا الخليط يبقى كريمي وفاتح خالص. هنجيب قالب أو صينية مقاس 24 وممكن كمان 26 لو هنعملها طبقتين بس، محطوط فيها ورقة زبدة وهننزل بالخليط بالشكل ده. هتدخل فرن سخن درجة حرارة 200 رف وسط، هتاخد حوالي من 30 ل40 دقيقة، وبرضه كده بنعمل اختبار الخلة عشان نشوف استوت كويس والّا لأ. هاسيبها على جنب تبرد تمامًا مش أقل من 4 ساعات. وتعالوا بقى نجهّز الكريمة اللي هنحشي بيها الكيكة من جوّه ونغلفها من برّه كمان. عندي 3 كوبايات من الحليب الساقع المتلج، بادخّلهم الفريزر 5 دقايق، 10 دقايق كده لحد لمّا أحس إن هو ساقع تمامًا. هنضيف عليهم 200 جرام من الكريم شانتيه الخام ومعلقتين كبار من الكريم باتسير أو كريمة الحلويات عشان تدّي طعم حلو. لكن لو مش متاحة أو مش عندنا ممكن نستغنى عنها عادي، مش لازم خالص يعني. هنضربهم الأول مع بعض كده كويس جدًا لحد لمّا ألاقي الكريمة بدأت تتقل معايا شوية، وبعدين هنضيف كوباية إلا ربع من السكر البودرة علشان أنا عندي الكريم شانتيه خام، لكن لو جايباه مُحلّى يبقى مش هنضيف سكر بودرة. هنضربهم كويس أوي كده لحد لمّا القوام يوصل عندنا للشكل ده، تبقى تقيلة كده ومتماسكة، وخلاص كده هي جاهزة معانا. أنا عاملة كمية كبيرة عشان هاعمل تورتتين، لكن هاسيب لكم مقادير تورتة واحدة في الكومنتات. الكيكة خلاص هنا بردت زي ما أنتم شايفين، دي صوابع آمن طبعًا أنقذتها من تحت إيده بأعجوبة الحمد لله. شايفين طالعة حلوة أوي إزاي متماسكة، ولونها حلو جدًا من كل الاتجاهات زي ما أنتم شايفين كده. كده، كده الجزء اللي فوق ده هنشيله مش بنستخدمه، ده يعني بيتاكل كده مع الشاي أو القهوة. وهنبتدي نقسّمها ل3 طبقات، ممكن نعملها طبقتين بس لو مقاس الصينية عندِك أكبر، وممكن برضه حتى لو صغيرة وعايزة تعمليها طبقتين بس ما فيش مشكلة خالص. هنجيب أي صينية مدوّرة عندنا في المطبخ ونحطها على فوطة عشان نعرف نلِف الكيكة زي ما وريتكم زمان في الفيديوهات بتاعة زمان، عشان تبقى سهلة علينا في التزيين. وممكن كمان نعملها في نفس الطبق التقديم اللي إحنا هنعمل فيه على طول. أوزّع شوية من الكريمة عشان أثبِّت عليهم التورتة. باسقي بقى الكيكة بأي عصير موجود عندي. أنا خدت العصير اللي كان فيه الكومبوت بتاع الخوخ، بيدّي طعم حلو أوي، بتطلع moist ومش مسكّرة زيادة عن اللزوم، بتبقى مضبوطة. أو أي عصير متاح عندكم، ممكن نسقي بيه الكيكة، والخطوة دي مهمة، بتخلّي الكيكة طالعة طعمها حلو. هنوزّع شوية من الكريم شانتيه بالشكل ده، وهنكرر نفس الخطوات. وهنا الطبقة اللي هي فيها البني أو الcrust اللي فوق ده بنفروله بإيدينا كده، بيتشال عادي بمنتهى السهولة، وباحاول أسويه على قد ما أقدر. ضروري بعد ما نخلّص الخطوة دي لازم أدخّلها التلاجة مش أقل من ساعتين عشان تشد وتتشمّع وتبقى سهلة معايا في التزيين. وطبعًا هنا مش محتاجين إن إحنا نسويها زيادة عن اللزوم، لإن كده، كده هنغلِّف كل الكلام ده. أنا بس هاوريكم trick كده يعني للناس اللي مش هتساعدها الspatula أوي في تزيين الكيك وتغليفها كويس. وهنجيب أي كارد قديم عندنا، بس طبعًا يكون نضيف ومعقّمينه كويس، ونساوي بيه الكيك بالشكل ده. بُص هتتساوى معاكم بمنتهى السهولة، أحلى من أي spatula وأحسن من أي حاجة. هادخّلها بقى التلاجة، وهنا بعد ما طلّعتها بعد ساعتين تقريبًا، هنجيب أي نوع مكسرات موجود عندنا حتى لو سوداني، ممكن كمان جوز هند، اللي متاح عندكم في التلاجة أو في المطبخ استخدموه. باكون حاطة ورقة تحتها علشان أول لمّا أخلّص هاشيل كل اللي أنا وقّعته ده وأفضّيه في طبق عادي، ويبقى المكان اللي أنا بازيّن فيه نضيف وما ياخدش معايا وقت في تنضيف وحاجات كتير. هنا خلاص خلّصتها، هادخّلها التلاجة ساعة كمان، ونبتدي بقى نجهّز الفاكهة اللي هنزيّن بيها التورتة بتاعتنا. مش هنحتاج فاكهة كتير على فكرة، أنا عشان عاملة حاجات تانية، يعني كل اللي احتاجناه مثلًا نُص تفاحة، واحدتين من الكيوي، شوية من
الخوخ، أي فاكهة وممكن تعملوها بفراولة بس زي ما عملناها في الفيديو القديم، هاحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. يعني ما تصعّبوش الموضوع على نفسكم، أي نوع فاكهة متاح عندكم. بُصّوا ده شكل التفاح اللي بيبقى على التورتة، أبسط شكل ممكن تعملوه، وبيدّي شكل حلو أوي، أوي، هو بطريقة عشوائية كده، ما فيهوش أي فَن ولا أي افتكاسات يعني. وبرضه الكيوي قطّعناه كده، وعندي شوية من الخوخ، شوية من الأناناس، شوية من الفراولة قسمتهم نُصّين، ودي برضه كمية كبيرة لإني هاعمل حاجات تانية. هازيّن بقى التورتة بعد ما طلّعتها من التلاجة، أنا هنا ما كنتش عارفة أزيّنها إزاي أو إيه الشكل اللي أنا حاطاه، يعني عملتها بطريقة عشوائية معاكم كده خالص، وأنتم بقى فنّنوا وابدعوا في التزيين زي ما أنتم حابين. ضروري خطوة مهمة جدًا، جدًا هنا، لازم قبل ما نحط الفاكهة على التورتة من فوق نأكد معايا في إيدي ورقة مطبخ بانشّفها كويس أوي، عشان ما تسيحش وتقع من على التورتة وتبوّظ كل اللي إحنا عملناه. شايفين الأناناس كمان بالذات بيبقى مليان مَيّة، لازم أنشّفه كويس جدًا، وكل الفاكهة تتنشّف كويس عشان تبقى سهلة وتثبت معاكِ بالشكل ده. شكلها تحفة وهتبقي مستمتعة جدًا وأنتِ بتعمليها. وكمان خلّوا الولاد تساعدكم في الخطوة دي، هيبقوا مبسوطين جدًا، جدًا وهُم بيعملوا تورتة عيد الميلاد بتاعتهم. أنا هنا وزّعت كل الفاكهة ونسيت التفاح اللي إحنا عملناه، فزقّيت الكيوي كده شوية وحطيت التفاح بالشكل ده. شايفين الموضوع بسيط وسهل إزاي، مش محتاج أي مهارة ولا فَن، إحنا بس بنوزّع الفاكهة على التورتة من فوق، وكده، كده ألوان الفاكهة المبهجة الجميلة دي هتدّيها شكل ولون حلو. عشان بقى ألمّع الفاكهة دي وتفضل معايا لو هاعمل الكيكة قبلها بيوم أو بيومين وتفضل معايا بتلمع وشكلها حلو، عندي كيس من الclear glaze ده أو اللي هو الجل التلميع عليه كوباية مَيّة ونُص كوباية سكر بادوّبهم كويس أوي بالشكل ده، بارفعهم على نار لحد الغليان لحد لمّا يبقى شفاف خالص بالشكل ده، وهو سخن جدًا بابتدي أزيّن بيه الفاكهة على طول، وما تقلقوش خالص أول ما بننزل بالفرشة كده أو بنزيّن بجل التلميع بينزل على الفاكهة، هي هتمسك وتتشمع على طول، وما تقلقوش خالص ولا هيسيّحها ولا هيعمل حاجة. وممكن جدًا نستبدله بجيلي عادي، بنوزّع كده وبُصّوا هيدّي لمعة حلوة أوي للفاكهة وخلاص كده هي جاهزة، تحفة، شكلها حلو جدًا، جدًا وكإننا مشتريينها من أفخم محلات الحلويات، وشُفتوا الموضوع سهل إزاي وبسيط ومش هيكلّفكم مهما كلّفكم مش زي ما نشتريها جاهزة من برّه، طعمها حلو جدًا وخفيفة ولذيذة وممتعة في عمايلها وهتخلص لآخر فتفوتة، متأكدة إن شاء الله إن أنتم تجرّبوها وهتعجبكم وهترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات كالعادة. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، وكل سنة وأنتم طيبين.